العالم بتاعنا ده بيعيش فيه انس وجن، بني ادمين يعني وعفاريت. بس النهارده هنتكلم عن جنس تالت، جنس عشان يسافر قبل كده لا يسافر عن طريق البر ولا عن طريق البحر ولا حتى عن طريق الجو. عشان يسافر سافر من تحت الارض، وكل ده بس عشان يحضروا فرح. هنسمع النهارده حاجات كتير قوي غريبه، قصص وصبر وحكايات كلها اغرب من بعض. كل ده بس عشان هيتكلم عن اكتر مدينه شامخه في التاريخ، مدينه رفح. خلينا نتكلم كده بشكل عام عن مدينة رفح. مدينة رفح هي مدينة من مدن القطاع، مدينة في أقصى جنوب القطاع، وهي حلقة الوصل ما بين قارتين آسيا وأفريقيا، وده يدل على أهميتها الجغرافية والعسكرية. هتقول لي عسكرية ليه؟ إيه علاقتها باللي أنت بتقوله ده؟ أقول لك لأن في الأصل الكنعانيين بنوا المدينة على تل عالي عشان يكونوا كاشفين كل المنطقة اللي حواليهم ويشوفوا الأعداء بدري قبل ما يوصلوا المدينة. فنرجع لموضوعنا تاني. التل اللي اتبنى عليه المدينة اسمه تل زعرب. التل ده شاف تاريخ وحضارات كتير جدا، خلى أرضه دي كنز فيها آثار وقطع ثمينة جدا. وهنا بقى يظهر حرام الارض. حرام الارض ده اللي من اول ما احتل الارض وهو عمل خطه منهجيه عشان يسرق الكنز اللي في الارض ده. كل القطع الاثريه والقطع الثمينه اللي في الارض دي سرقها بعد الحفر والتنقيب في كل الاراضي، وجند ناس عشان يسرقوا القطع دي ويحميهم، عشان ينتهي الامر ان القطع دي تبقى في متاحف الاحتلال الوهميه. بما اننا جبنا سيره الاحتلال، خلينا نتكلم بقى شويه عن تاريخ الحروب والمجازر والخيانه والمقاومه على ارض رفح. 1948 فشل الاحتلال انه يخش ارض رفح لانه قابل مقاومه من اهلها، قدروا يصدوا الاحتلال عشان في النهايه الاحتلال ما يقدرش يحتل المدينه زي بقيه مدن القطاع. وكذلك في حرب 1956 قاوموا اهل رفح الاحتلال لحد اخر نفس، لحد ما جه اليوم المشؤوم 12/11/1956. وقعت واحده من ابشع المجازر في تاريخ المدينه، باستثناء اللي بيحصل الشهور الاخيره دي. المجزره دي كانت انتقام من شعب رفح المقاوم على صمودهم وحفاظهم على ارضهم. بصوا تعالوا نتكلم عن المجزره دي بلسان احد شهود العيان اللي شاف ده بعينه. يوم الاحد 12/11/1956 صحينا كلنا على صوت ضعيف جدا طالع من بوق مش من ميكروفون. على كل الشباب والرجال من سن 15 ل 60 سنه التوجه للمدرسه الاميريه، الخروج من بيوتهم رافعين ايديهم. صوت على قد ما هو ضعيف على قد ما هو مزعج جدا. وفي نفس الوقت ده كان جيوش الاحتلال متمركزين في كل الحارات والازقه برشاتهم وطاقاتهم العشوائيه على مجموعه الرجال اللي خارجين من بيوتهم زي ما سمعوا بالظبط متوجهين للمدرسه الاميريه. في الوقت ده ما كنتش سامع غير صراخ امي كان اعلى من الرصاص عشان ارجع بس البيت وما اخرجش، وانا كل نظراتي على والدي وعمامي ورجاله الجيران من عائلات الاخرس وابو عمران والنواجح. وساعتها شفت المنظر الاصعب في حياتي والمحفور في ذاكرتي اليوم ده، شاب من عيله النجيلي واقع على الارض وامعاءه خارجه من بطن، نايم في الارض سايح في دمه، لحد ما الحاجه عائشه النواجحه تخرج من بيتها وتشده لحد ما تدخله بيتها وتلفه في بطانيه جريح سايح في دمه، وهو جريح والدم مالي البيت، لحد ما يجي رجاله من العيله يودوه عياده الوكاله. وهناك تحصل المعجزه، يعيش الشاب ده عشان يحكي المجزرة دي في نفس التاريخ من كل سنة لحد 2005 كان آخر مرة يحكي فيها عن المجزرة بعد 49 سنة سرد وتوعية عن تاريخ جرائم الاحتلال عشان دايما نكون فاكرين مين أصحاب الأرض. لحتى سور المدرسة كان مكتوب عليه لا تنسوا شهداء 12/11، ودايما أطفالنا الصغيرين كانوا بيرددوا الجملة دي في 12/11 لمونا يحنونا في الشوارع قتلونا يحنونا، عشان دي تبقى أول مرة في التاريخ الكارثة تتحول دندنة على لسان الأطفال. إيديه كويسة يا ابني. والله شاطر والله شاطر والله شاطر يا جدع، والله شاطر يا جدع ومطيع ومصلي، والله شاطر يا جدع هذا الولد والله العظيم. خلينا نرجع تاني لباب المدرسة. المنظر كان صعب جدا والدم في كل مكان، مع ان معظم الشهداء ماتوا قبل ما يوصلوا المدرسة اصلا في طريقهم في الشارع. مجزرة مات فيها اكتر من 225 شهيد في ساعتها، ده غير الشهداء اللي خدوهم من المخيم لمعسكر الاسرى في بئر السبع في الاراضي المحتلة. معظم اللي خدوهم كانوا عناصر عسكرية فدائية زي الشهيد احمد عبد الله جودة الشهير بالاحمر اللي اتقتل في مشهد حقير وثقته عيدة حجازي بالكامل، مشهد حتى ما تقدرش تتخيله في افلام السينما. سيارتين جيب كل سيارة فيهم رابطة رجل، وكل سيارة بتمشي في اتجاه عكس التاني بشكل بطيء جدا عشان يتعذب قبل ما يموت، لحد ما ينتهي بيه الامر انه يبقى اشلاء وكأنه بقى التتار رجع من تاني. طب ليه كل الانتقام ده من شخص واحد؟ يبقى انت بقى بسرعة كده محتاج تعرف مين هو احمد جودة.
احمد جوده واثنين من عناصر الفدائيه ومصطفى حافظ قيادي مصري كانوا مكلفين بعمليه في شمال غزه عرفت بكمين يبنى، واللي استغل فيها احمد جوده وبشرته الشقراء وشعره الاحمر في اتمام العمليه. ده لانه تخفى ولبس لبس جنود الاحتلال، ونصب هو وزمايله حاجز عند قريه يبنى المغتصبه عشان ينجحوا في قتل 6 من عناصر القياديه العسكريه في جيش الاحتلال، ويرجعوا بعدها كلهم لغزه سالمين. وبعدين هو ليش هو القدس ما يسوى انه واحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصله ويحرره من اسره؟ ما يسوى؟ مسر الرسول ما يسوى؟ شايف بقى كل اللي حكيته لك ده ما يجيش ابره في كوم قش من البلد دي شافته. البلد دي شافت ظلم كبير جدا خلاهم يخلقوا حاجات ما تخطرش على البال. يعني مثلا بعد كل التاريخ والمقاومه والحروب دي كلها وكل الظلم ده كان في ظلم اكبر منه بعد معاهده كامب ديفيد بالتحديد 1982 لما نصت المعاهده على ترسيم الحدود بين مصر ودوله الاحتلال على ان تنقسم رفح الى جزئين، رفح المصريه ورفح الفلسطينيه، ومن هنا كانت بدايه المآسي. يا ما جاء الخبر عن بنت سكن ذكي الجدار، انا وقفت انا على السلك هذا وبنتي جوا، وقالوا هاي بنتك جبناها لك على النعشينا شوفيها، وانا وقفت على النعش برا على الجدار برا وهي جوا عند الجامع، واحد انا على السلك انا جباخ انا برا صيح واخواتي جوا يصيح. الحمد لله ربنا كده رايد. عشان التقسيم ده خلى العائلات نفسها تتقسم نصين، نص في مصر ونص في فلسطين. ده حتى كان في بيت اتقسم نصين، نص في مصر ونص في فلسطين. ومن هنا بقى بدأت فكرة الأنفال. عيلة الشاعر وبالتحديد فرح علياء الشاعر. عيلة الشاعر عيلة من أكبر عائلات رفح. عيلة الشاعر من عائلات اللي اتقسمت نصين، وعشان فرح علياء الشاعر مش هيتم غير لما تكون العيلة كلها متجمعة، رجالة عيلة الشاعر بنوا نفق بين البيتين، البيت اللي في فلسطين والبيت اللي في رفح المصرية، عشان وقتها عيلة الشاعر اللي في فلسطين تقدر تروح لعيلة الشاعر اللي في مصر، وعيلة الشاعر اللي في مصر تقدر تروح لعيلة الشاعر اللي في فلسطين، ويتم فرح علياء الشاعر باجتماع العيلة بالكامل. فاللي يعمل حاجة زي دي كده عشان يجمع العيلة، هل دول يبقوا بشر؟ هل دول يبقوا بشر هيفرطوا في ارضهم؟ الناس دي طبقت المثل ان المسافات مش حاجز حرفيا، لان الارض ارضي ولازم فرحتي فيها تبقى كامله. صاحب الارض هيعيش مبسوط فيها مهما فرقته حواجز وحدود. ومن بعد بقى الواقعه دي بدات الانفاق تكبر تحت ارض رفح، وبقت انفاق تجاريه وعسكريه، انفاق لوجستيه بالكامل. لك ان تتخيل ان في عائلات ما اتجمعوش من يوم تقسيم الارض لحد 2005 وقت انسحاب جيش الاحتلال بالكامل من قطاع غزه. كان منظرهم يفرح وكان منظر للسياق لا يوصف، ولكن كالعاده رفح كل ما اهلها يشموا نفسهم يجي واللي يخنقهم. سينا 2018 هي عمليه نفذها الجيش المصري عشان يعزل الرفح المصريه عن الرفح الفلسطينيه بالكامل عن طريق هدم البيوت هناك وانشاء مدينه جديده اسمها رفح الجديده. المفروض تكون لسكان رفح المصريه مدينه جديده بقى وكده. كانت النتيجه ان نجح النظام المصري في عزل الرفح الفلسطينيه عن رفح المصريه عشان وقتها تقل فيها كل العمليات الغير شرعيه. تعالوا نختم. فكره بدات من نفق بين بيتين تحولت لشبكه اقوى قوة عظمى في العالم مش قادر عليها. هل دول يبقوا بشر عاديين يفرطوا في ارضهم؟ من الاخر بلد اتقسمت وترسم لها حدود وتحوطت بحواجز واستعد لها اقوى جيوش العالم واقوى اسلحه واقوى عتاد في مواجهه مجرد انفاق فيها رجاله الموت غايته عشان بس يتجمعوا في ارضهم من تاني. وكل العده والعتاد المهول ده مش هيطول نصر ابدا على صاحب الحق اللي بيحاربك واقف قدامك بشبشب وترنج قط. Look at this fighter. No gear, no protection, no salary, no shoes. Taking on this fighter. All geared up, air, sea and land protection, salary worth thousands of dollars, and of course, shoes. When you look at these two fighters, you'll understand who's fighting for land and who's occupying it. بلد كل عقد من الزمن تتهد واهلها يبنوها من تاني، وكل مره بيحفروا الاساس عشان يبنوا بيوتهم بيلاقوا مقابر جماعيه وبرضه بيبنوا بيوتهم من تاني. هل دول بشر عاديين هيفرطوا في ارضهم؟ بتسال في السكان رفح خاصه الكبار في السن بيقول لك انا لقيت بيت في حرط اساسات للبيت ولقيت فيه قبور كلها قبور. ليش؟ اول شيء قبور عباره عن قبور كانت في السابق معارك تحصل وفيها مدافن موتى. بلد كانت واسعه على اهلها كبيره وفيها مخزون غذائي كبير وموقع مميز واهميه عسكريه وكل خيرات الله، وفجاه البلد تضيق بسبب نزوح كل اهالي القطاع من الشمال للوسط للجنوب، وينتهي بيوم الحال دايما ان اهالي القطاع بالكامل يتهجروا لمدينه رفح عشان يوصل عدد المدنيين في رفح 1,400,000
في بلد لا تسع أكتر من 300 ألف شخص، لدرجة إن بيت واحد فيه أكتر من 25 عيلة صابرين ومؤمنين. هل دول يبقوا بشر عاديين يفرطوا في أرضهم؟ But the thing is, they have like many families there, like cousins and uncles, and they're all left their houses in the Khan Yunis and Gaza and northern Gaza. Now they are in one apartment, in one building in Rafah, sharing it with 25 other families. And you know, at any moment we can hear a bomb drop. But it's okay because Israel will apologize, I'm sure, as they usually do. I mean, like, I was so happy to listen to their sincere apology for killing the people from Central Kitchen. Oh my God. بعد كل ده من كام يوم بس من تصوير الحلقة دي تم استهداف خيام النازحين في رفح، المدنيين اللي كل العالم عارف ان ده مكان ايواء مدنيين في خيام قماش، ولكن الكل هيغض البصر عن المجزرة دي زي ما عملوا مش شايفين وقت مستشفى المعمداني وقت جباليا والنصيرات وكل المجازر اللي ارتكبتها اسرائيل خلال الشهور اللي فاتت. بس لو كل العالم بطل يتكلم احنا مش هنبطل نتكلم، نشير، ندعي، لان بكل بساطة ده اضعف الايمان. وفي النهاية لو في شعب واحد بس في العالم يستاهل حياة كريمة إكراما لصبره ومقاومته، الشعب ده هيكون شعب غزة، شعب رفح، قلعة الجنوب الشامي.